عشان ده نادي الزمالك، وعشان كالعاده يعني كل حاجه حلوه مع النادي ده عمرها قصير، جوزيه جوميز قرر رسميا الرحيل عن نادي الزمالك. على حسب اللي بيتقال في الصحف السعوديه او حتى المصريه ان جوميز خلص كل حاجه تقريبا مع نادي الفتح السعودي، وان بكره اخر تمرين ليه في نادي الزمالك. السبب اللي يقال ان جوميز مشي عشانه هو ان الاداره ما قدرتش توفر له طلباته سواء الماديه او حتى على مستوى الصفقات، وده لو حقيقي وبجد تبقى سقطه كبيره جدا في حق مجلس اداره نادي الزمالك الحالي بقياده حسين لبيب. اصل اقنعني يعني ازاي مش هتقدر توفر للراجل اللي مكسبك بطولتين قاريتين ورجع هيبه الزمالك ورجعك تنافس على كل البطولات من تاني، ومش عارف توفر له ابسط حاجه هو بيطلبها؟ ولو الكلام ده ما حصلش ومش حقيقي، هيبقى غالبا جوميز قال كده عشان يخلع بشياكه من النادي وما يبقاش في اي تنشنه وهو ماشي، وهيبقى السبب الرئيسي المبلغ والمقابل المادي الخيالي اللي معروض على جوميز من الفتح السعودي. ايا كان السبب والمبرر، فالراجل خلاص خد قراره وكده كده ماشي من النادي، وهنرجع لنقطه الصفر من تاني. هترجع تبني من اول وجديد كالعاده. الزمالك والاستقرار دونت ميكس، وكالعاده يعني من غير ما احرق عليك زي كل